التالتة، وفي الحلقة دي هندخل جوه الذرة علشان نعرف بتتكون من ايه. يلا بينا نبدأ. الذرة بتتكون من جسيمات أصغر. الجسيم هي كلمة بنقولها على أي حاجة متناهية الصغر، يعني صغيرة جدا جدا مش بقدر أشوفها بالعين المجردة. الذرة بيوجد فيها نواة. النواة دي بتتكون من بروتونات ونيترونات، ويدور حول النواة إلكترونات، والنواة دي بتوجد في مركز الذرة. على فكرة أنا حاسس إن دي كلها معلومات عامة وأنا عارفها. طب ما تكمل معايا شوية، يمكن تلاقي عندي حاجة جديدة. خلينا نكمل واحكي لك قصة الذرة. النيترونات والبروتونات والإلكترونات اللي جوه الذرة دي جسيمات أصغر بكتير قوي من الذرة. بس أنا عايزة أقولك على نقطة حلوة قوي، وهي إن الإلكترون هو أصغر جسيم في العنصر. يعني إيه؟ يعني النيترونات والبروتونات أصغر من الذرة، ولكن الإلكترون أصغر منهم كلهم، فعشان كده الإلكترون يعتبر أصغر جسيم في العنصر. وهنا ممكن يجي سؤال من حد مركز وشاف الحلقة اللي فاتت يقولي أمال ليه قلتي إن الذرة هي أصغر جزء معبر عن العنصر مع إن الإلكترونات طلعت أصغر حاجة؟ الإجابة هنا هو إن الذرة بتحمل خصائص العنصر. فاكر الجملة دي أنا قلتها في الحلقة اللي فاتت برضو، وقلت نركز عليها. معنى إن الذرة تحمل خصائص العنصر إن ذرة الذهب هي ذهب، وإن ذرة الحديد هي حديد، بتحمل نفس خصائص العنصر. مش فاهم؟ هقولك. الإلكترون هو جسيم بيوجد في كل الذرات، لكن ما بيختلفش من ذرة لأخرى. يعني الإلكترون هو الإلكترون سواء في ذرة ذهب أو في ذرة حديد. علشان كده ما اقدرش أعبر عن العنصر عن طريق الإلكترون، أو أعرف العنصر من خلال الإلكترون، لأن الإلكترون ما بيختلفش في الذرات باختلاف العنصر. طب يعني مش فاهم، لما الإلكترونات مش بتقدر تخلينا نفرق بين ذرة والتانية، ومش بتخلينا نميز بين العناصر، أمال إيه اللي بيخلينا نفرق بين ذرة نحاس مثلا وذرة حديد؟ اللي بيخلينا نفرق ذرة عن ذرة أخرى هو عدد البروتونات اللي موجودة في النواة كل ذرة. مش احنا قلنا إن الذرة بتتكون من نواة، وإن النواة دي جواها بروتونات ونيترونات؟ أيوة، عدد البروتونات اللي جوه النواة هو اللي بيميز لي الذرة. يعني إيه؟ يعني الذرات اللي فيها بروتون واحد كلها بتكون لنفس العنصر. يعني مثلا كل الذرات اللي فيها بروتون واحد هي ذرات عنصر الهيدروجين. لو لقيت ذرة فيها 6 بروتونات يبقى دي ذرة عنصر تاني خالص اللي هو الكربون. لو الذرة فيها 8 بروتونات تبقى أكسجين، ولو فيها 79 بروتون تبقى ذهب، وهكذا. كل عنصر ليه عدد بروتونات محدد هو اللي بيميزه عن غيره. هنا بقى ممكن يجي سؤال من حد ذكي قوي يقولي مدام البروتونات هي اللي بتفرق بين ذرات العناصر المختلفة، ليه ما قلش ان البروتون هو اصغر جزء معبر عن العنصر وبيحمل خصائصه بدل الذرة؟ الإجابة هنا ان انا ما اقدرش اقول ان البروتون اصغر جزء معبر عن العنصر وبيحمل خصائصه، لأن البروتون واحد في كل الذرات. البروتون هو البروتون. اللي بيميز ذرة عن أخرى هو عدد البروتونات، مش البروتون في حد ذاته. لأن ممكن هنا حد يجي في دماغه سؤال عبقري ويقولي معنى كده إن لو شفت أي ذرة تحت الميكروسكوب أقدر أحدد دي ذرة عنصر إيه بالظبط؟ الإجابة لأ، مش بالظبط كده. ليه يعني؟ هقولك. لأن الذرات من بره شبه بعض جدا، وكلها تقريبا عبارة عن كورة صغيرة جدا فيها نواة وحواليها إلكترونات. فلو شفت ذرة واحدة بس تحت الميكروسكوب
مش هتعرف تميزها هي بتاعت أنهي عنصر. لكن لو شفت مجموعة من الذرات مع بعض تقدر تعرف الذرات دي بتاعت عنصر ايه. بس ده كلام مختلف عن ان انتي قلتي ان الذرة بتحمل خصائص العنصر والكلام ده. هقولك ان انا ممكن اقدر اعرف الذرة دي تابعة لأنهي عنصر عن طريق ان ادخل الذرة دي في تفاعلات كيميائية، وفي الحالة دي الذرة هتسلك نفس سلوك العنصر بتاعها بالظبط، وساعتها هعرف دي ذرة عنصر ايه. انا برضو حاسس ان انا مش فاهم قوي. هقولك اللي بيفرق عنصر عن عنصر مش شكل الذرة من بره، لا، اللي بيفرق هو عدد البروتونات جوه النواة، وده انا مقدرش اشوفه بعناية او حتى بالميكروسكوب. يعني ايه انا مش فاهم برضو ازاي مقدرش اشوف البروتونات بعيني او حتى تحت الميكروسكوب، مع اني اللي بيفرق ذرة عن الاخرى هو عدد البروتونات. انا مش فاهم حاجة، حاسس ان انا اتلخبط. طب ما تيجي اقولك كده على سر هيفهمك الدنيا ماشية ازاي. اقصى حاجة قدرنا نشوفها لحد دلوقتي تحت الميكروسكوب هي الذرة، ومش بأي ميكروسكوب كده وخلاص، ده بميكروسكوب إلكتروني مخصوص بيتعامل مع الإلكترونات بدل الضوء علشان يقدر يرصد الذرات اللي هي أصغر بكتير من إن العين تشوفها. لكن بقية الجسيمات اللي جوه الذرة نفسها زي الإلكترونات والبروتونات والنيترونات مفيش لحد النهاردة أي وسيلة تخلينا نشوفها بشكل مباشر، ولا حتى الأجهزة الحديثة ولا الميكروسكوبات الجامدة. لا، ليه؟ لأنها أصغر بكتير قوي من الطول الموجي للضوء اللي تقدر عينك تشوفها أو حتى الأدوات تتعامل معاه. أمال إزاي عرفنا إن الحاجات دي موجودة أصلا؟ وإزاي عرفنا إن في بروتونات وإنها موجبة وإن الإلكترونات سالبة وإن في نواة؟ هقولك عرفنا كل ده من خلال الملاحظات اللي لاحظها العلماء واللي نتج عنها تجارب علمية ذكية جدا علشان يقدروا يثبتوا إذا كانت الملاحظات دي صح فعلا ولا خطأ. هقولك مثال بسيط يوضح إزاي الملاحظات وإزاي التجارب دي قدرنا نكتشف منها حاجات. عندك مثلا العالم رازرفورد عمل تجربة خطيرة، جاب شريحة ذهب رقيقة جدا ووجه عليها جسيمات ألفا. كان متوقع ان الجسيمات دي تعدي كأن مفيش حاجة، لكنه اتفاجئ ان في بعض الجسيمات ارتدت بقوة كأنها خبطت في حاجة ثقيلة جدا وموجبة الشحنة ومركزة في مركز الذرة، ومن هنا استنتج ان الذرة فيها نواة صغيرة جدا وموجبة الشحنة. ودي كانت بداية فهمنا الحقيقي لتركيب الذرة، ومن بعده توالت التجارب اللي عرفتنا على الإلكترونات والبروتونات والنيترونات وباقي الحاجات. في زي التجارب دي كتير هي اللي وصلتنا لكل الفهم ده، ولكن ممكن نتطرق ليها بعدين بالتفصيل. أنا حاليا حابة بس أوضح لك الأمور كفكرة كلية وابني عندك أساس أقدر أبني عليه بعد كده باقي المعلومات. بس في حاجة انتي قلتيها غريبة شوية ما عدتش عليا كده. ايه هي؟ احنا عرفنا ان انتي قلتي ان في حاجة ثقيلة خبطت في الجسيمات وهي اللي خلتها ترتد، انما بقى جبتي منين موجبة الشحنة دي؟ عرفناها منين يعني؟ احنا عرفنا ان في حاجة جوه عشان خبطت الجسيمات وخلتها ترتد، انما موجبة الشحنة دي عرفتيها منين؟ طب ما تيجي معايا كده احكي لك من الاول يعني ايه اصلا موجب وسالب ويعني ايه شحنة. بص، الفكرة بدأت ان العلماء زمان كانوا بيلاحظوا ان في اجسام لما بنقربها من بعض بيحصل بينهم حاجة غريبة، يعني بيحصل بينهم تجاذب او تنافر زي المغناطيس مثلا. لما بنقرب القطبين المتشابهين بنلاقيهم بيزقوا بعض، ولما بنقرب القطبين المختلفين بنلاقيهم بيشدوا بعض. فقالوا اكيد في حاجة غير مرئية جوه الاجسام دي، حاجة بتخليهم يتفاعلوا كده، وساعتها قرروا يسموا الحاجات دي شحنات.
وسموها على مزاجهم كده، قالوا احنا هنسمي واحدة موجبة والتانية سالبة. وطبعا هم اختاروا ان الالكترون هو اللي يبقى سالب والبروتون هو اللي يبقى موجب، مش عشان في سبب فيزيائي واضح، لا، هو مجرد اتفاق واصطلاح بشري. بعدها اكتشفوا ان فعلا الشحنات المتشابهة بتتنافر والشحنات المختلفة بتتجاذب. بس الطريف ان هم كانوا في الاول معتقدين ان هم بيتنافروا علشان هم مختلفين، يعني ان الالكترون والبروتون مختلفين عشان كده بيتنافروا. لكن لما قعدوا يجمعوا ملاحظات كتير اكتشفوا العكس تماما، وان الشبه هو اللي بيعمل تنافر والاختلاف هو اللي بيعمل تجاذب. من ساعتها استقرينا على كده ان الالكترون سالب والبروتون موجب، بس دي مجرد اسماء احنا حطيناها عشان نفهم الكون اللي حوالينا. يعني مفيش حاجة اسمها ان الالكترون بيحمل شحنة سالبة والبروتون بيحمل شحنة موجبة. يعني ايه؟ يعني احنا اللي قلنا ان ده موجب وده سالب، هل ده ليه علاقة بحاجة؟ لا، احنا لقيناهم بيتجاذبوا وبيتنافروا، قلنا نقول ايه؟ ده موجب وده سالب علشان نقدر نفسر الحاجات حوالينا. ومن هنا احب اقولك ان الالكترون يحمل شحنة سالبة، وان البروتون بيحمل شحنة موجبة، وان النيترون بيحمل شحنة متعادلة. طب انا فهمت قصة سالب وموجب، ما تفهميني ايه بقى شحنة دي؟ يعني ايه شحنة؟ بص، ببساطة وعلى بلاطة، يعني لو شحنتها موجبة هتتنافر مع أي جسيم شحنته موجبة، وتتجاذب مع أي جسيم شحنته سالبة. بس كده يا معلم. طب تعالى أقولها لك بشكل علمي أكتر. الشحنة هي خاصية موجودة في بعض الجسيمات، يبقى الايه؟ الشحنة دي خاصية موجودة في بعض الجسيمات زي الالكترونات والبروتونات. الخاصية دي هي اللي بتخلي الجسيمات دي تتفاعل مع بعضها بالكهرباء أو بالمغناطيسية. يعني ايه؟ يعني لما يكون في جسمين ليهم شحنة بيحصل بينهم إما تجاذب لو كانت شحنتهم مختلفة، أو تنافر لو كانت شحنتهم متشابهة زي موجب وموجب أو سالب وسالب. الشحنة مش حاجة بنقدر نمسكها بإيدينا، لكنها بتأثر على كل حاجة حوالينا من الذرة الصغيرة لحد البرق والرعد في السماء. وفي الطبيعة في نوعين من الشحنات بس، شحنة موجبة زي اللي في البروتون، وشحنة سالبة زي اللي في الإلكترون. واحنا قلنا ان احنا اللي سمينا الشحنة موجبة واحنا اللي سمينا شحنة سالبة. ومعنى شحنة هي ان في حاجات بتتفاعل مع بعض او بتدخل في تفاعل الكهربي او تفاعل مغناطيسي مع بعض لما بيكون ليها شحنة. طب كمان عندي سؤال صغير كده برضو في الصميم، قولي مين اللي سمى إلكترون وبروتون والكلام ده؟ اللي سماهم العلماء اللي اكتشفوهم بالملاحظات أولا ثم التجارب ثانيا. يعني مثلا الإلكترون ببساطة الاسم متكون من حتتين، إلكتر يعني كهرباء، جاية من كلمة كهرباء، وأن يعني جسيم صغير، فسموه إلكترون عشان هو جسيم صغير وبيحمل الشحنة الكهربائية السالبة. يعني كأنك بتقول ده ابن الكهرباء الصغير. خلينا نكمل. وفي الآخر لازم نفتكر إن كل اللي احنا بنكتشفه ده من ذرة لجواها ومن الإلكترون لأدق القوانين، ده مش احنا اللي اخترعناه، لا، ده احنا بس بنحاول نفهمه. ربنا خلق الكون بدقة متناهية، كل تفصيلة فيه محسوبة، وكل حاجة فيه ليها حكمة، حتى لو احنا لسه ما وصلنا لهاش. احنا بنفكك ونحلل ونسأل، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق كل ده بعلمه، وعارف امتى الانسان هيكتشفه وازاي هيستخدمه علشان يسهل حياته ويخليها افضل. كل خطوة علمية بنوصل لها هي في الحقيقة خطوة اقرب لفهم عظمة الخالق. كفاية معلومات كده النهاردة، في الحلقة الجاية
هنتكلم عن حركة الإلكترونات ويعني إيه إن الذرة متعادلة. هنتكلم أكتر وهنوصل إن شاء الله لمدخل الكهرباء. وفي النهاية لو شفت التلات فيديوهات الأولى حط لايك، أو حتى لو ما عجبكش الفيديو ممكن تقدر تقولي في كومنت إيه اللي أقدر أطوره، أو